جدعان، انا بقالي شهر في الشغل الجديد وحاسس ان ال90 يوم دول حبل مشنقه مش فتره اختبار. فعلا يا فهلوي، القانون الجديد فيه تفاصيل والمديرين بقوا بيحسبوها بالثانيه. اهدوا خالص، الموضوع مش ضرب ودعك. حكيم هيقول لنا ازاي فترة الاختبار تكون في صالحنا. فلسفة التنفيذ بتقول فترة الاختبار مش فخ، دي أداة قياس، وقانون 14 لسنة 2025 نظمها عشان يحمي الطرفين. المفاجأة الأولى التقييم الأسبوعي، المدير اللي بيستنى لآخر يوم عشان يمشيك ده مدير مش فاهم تنفيذ. يعني انا لازم اسال مديري كل اسبوع انا عامل ايه يا ريس؟ بالظبط. المفاجأة التانية وضوح المهام، لازم يكون معاك وصف وظيفي واضح من أول يوم. وده اللي بنسميه الاستثمار في البشر، مش بس استهلاكهم. رقم 3 حقك في التدريب. فترة الاختبار معمولة عشان تتعلم نظام الشركة، مش بس عشان تتفتش. يعني انا كده هبقى الدكتور فهلاوي في التنفيذ؟ فترة الاختبار فرصة ليك عشان تثبت انك الإضافة اللي الشركة محتاجاها. ما تخلوش ال90 يوم يرعبوكم، افهموا فلسفة التنفيذ واعملوا نقلة. سؤالنا ليكم، ايه اغرب موقف حصل معاك في فترة اختبارك لشغل جديد؟ احكوا لنا في التعليقات. دي كانت النقلة بتاعت النهاردة. وعشان النقلة الجاية ما تفوتكش، فعل الجرس وخليك معانا. استنونا الحلقة الجاية، هنغير اللعبة، فانتظار مقترحاتكم بأفكار جديدة.